انتي مخلوقة عشان تتنفسي بس. ايه؟ مش فاهمة. ابعتلها الفيديو ده، مطلوب منك تبقي انثى، انتي زيك زيه، الحياة 50-50. ده راجل رجولته مش قد كده. الست تتوقد واخرها المطبخ والبيت. كل ادوار حياتك محتاجة نفس الشخصية، محتاج منك وعي كبير قوي بنفسك. مش لازم تطفي عقلك علشان تكوني انثى جميلة دلوعة رقيقة. You are materialized girl. ركزي ان البني ادم يعيش بنسخة واحدة من نفسه. يا تكوني بيزنس وومن ناجحة جدا وام فاشلة، بنوتة رقيقة وانثى حلوة وعاملة تيرن اوف لعقلها، وتخاف تستخدم عقلها وتدعي الغباء تحت مسمى انا عندي فيمينين انرجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لاتيه على ريحة مع سارة معتز، اللي هيجي إن شاء الله كل يوم 3 من كل أسبوع بدل الجمعة، عشان تتفرجوا عليا وتشربوا قهوتكم كده في بريك الشغل. الانفلونسرز والكونتنت كرييترز على تيك توك وانستجرام بيروضوكي باسم الفيمينين انرجي أو طاقة الأنوثة المغلوطة. كوني أضعف، كوني أقل ذكاء أو أغبى بالطريقة، الغي طموحك عشان تكوني أنثى كما يقول الكتاب اللي هم اخترعوه تحت مسمى أستاتيك أو مسمى جمالي. احنا بقينا في زمن عاشق للتطرف. يا تكوني بيزنس وومن ناجحة جدا وأم فاشلة، يا تكوني بنوتة رقيقة وأنثى حلوة كل اللي شاغلها طول اليوم دلعها وشعرها وجمالها وشخصيتها، وعاملة تيرن اوف لعقلها ولشخصيتها. يا كده يا كده، ما ينفعش يكون الاتنين. اختاري نسخة واحدة بس، كأن ده الطبيعي ان البني آدم يعيش بنسخة واحدة من نفسه. ولكن علميا الإنسان الطبيعي سواء راجل أو ست مش مخلوق للتطرف. أغلب الدراسات اللي بتتكلم عن الصحة النفسية والرضا الحياتي بتتكلم عن أهمية التوازن النفسي والاجتماعي، مش إنك تبقى اكستريم في حاجة معينة تحت مسمى معين هم عايزينك توصل له. الشعور بالرضا في الحياة والشغل والعلاقات قائم تحت مسمى المرونة النفسية والدعم الاجتماعي وتقسيم الأدوار بشكل صحي، مش فكرة إنك لازم تضحي بشخصية كاملة عشان تعيش دور معين زي ما حضرتك بيحاولوا يعملوا فيكي. بيحاولوا يخلوكي تلغي كل دور من أدوارك في الحياة عشان تعيشي دور الواحد بس، دور الدلوعة اللي بتستغبى مش عارفة ومش فاهمة ومش عارفة ومش قادرة وضعيفة. تلغي بقية الأدوار في حياتك، تلغي عقلك أصلا، بتبقي material. you are materialized girl. ركزي. الأسر والعلاقات الصحية بناء على دراسات بتكون صحية بناء على إيه؟ بناء على قدرتهم على التكيف سواء الراجل أو الست، مش التمسك بشكل مبالغ فيه بدور معين، اللي هو أنا كراجل لازم أبقى راجل ناشف جامد ما عنديش قلب، وانتي ست تبقي الدلوعة اللي عندك قلب الحنينة الفظيعة طول الوقت. ده ما يطلعش لا علاقة سوية ولا أطفال سويين. ببساطة شديدة بعد كل الحاجات اللي أنا قلتها من الدراسات المعمولة، انتي محتاجة توازني. مش لازم تطفي عقلك علشان تكوني أنثى جميلة دلوعة رقيقة، ولا لازم تقتلي مشاعرك عشان تكوني قوية. اعرفي توازني بين الاتنين وتختاري دور في حياتك محتاج ده، والدور اللي في حياتك اللي محتاج الحاجة التانية. بصراحة كده أسهل حاجة في الدنيا إنك تكون شخص متطرف، تتبنى فكرة معينة أو قضية معينة أو شخصية معينة تبقى شغالة عليها أوتو بايلوت. ده أسهل شيء في الدنيا. الوسطية أو التوازن محتاج منك وعي كبير قوي بنفسك، تختاري إمتى تكوني هادية وساكتة وإمتى تتدخلي وتقولي رأيك، إمتى تكوني حنونة وإمتى تكوني حازمة ومستخدمة عقلك، إمتى تكوني قوية وإمتى تختاري تسندي على حد من غير ما تلغي شخصيتك. انتي تقدري تكوني كل دول، ولكن مش كل أدوار حياتك محتاجة نفس الشخصية. انتي المخرج بتاع المسلسل بتاعك، وهتشكلي نفسك على كل دور في المسلسل.
في ريسيرش مكتوب من دكتور ميغان دالا، لو أنا بقرأ اسمها صح، قالت إيه: The future is feminine not for women only. المستقبل محتاج الفيمينين انرجي، مش بس للستات، كمان للرجالة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه الفيمينين انرجي طاقة جميلة، طاقة بتعلمك انك مش كل معركة في الحياة تبقى معركتك احرق نفسي فيها واحط طاقتي فيها. بتعلمك تبقى في نفس الوقت انت مشغل عقلك ولكن قلبك موجود، انت بتاخد قرارات صارمة ولكن عندك عطف، عندك حنية، عندك سوشيال انتليجنس، عندك ذكاء اجتماعي، عندك ذكاء عاطفي، مش مشغل بس عقلك وموقف قلبك. فحتى الرجالة محتاجين يشغلوا طاقة الأنوثة بتاعتهم، وافهمكم ده في حلقة تانية إن شاء الله. في علم النفس في مصطلح اسمه انتجريشن، معناه إن الإنسان الناضج نفسيا ما بيقتلش أجزاء شخصيته كلها، هو بيتعلم إزاي يوازن أجزائه دي. فأنت محتاجة تتعلمي إزاي توازني أجزائك دي بناء على أولوية الدور دلوقتي ليكي. That's why البنت اللي عندها طاقة أنوثة صحية عالية ما بتتكسفش تستخدم عقلها أو تخاف تستخدم عقلها وتدعي الغباء تحت مسمى أنا عندي feminine energy. أي أنوثة بتتطلب منك تلغي شخصيتك دي مش أنوثة، ده قمع لشخصيتك. وده هيرجعنا لعصر ما قبل التحضر، إن الست تتوقد وآخرها المطبخ والبيت. بشوف فيديوهات كتير لرجالة تقولك إيه: أيوة نزول الست الشغل هو اللي بوظها وودها في داهية وعمل لنا وعمل لنا وعمل. وستات لا طبعا انت مش مطلوب منك تطبخي، مش مطلوب منك تبقي أنثى، انت زيك زيه، الحياة 50-50. لا هي صح ولا هو صح، انت ولا بس مكانك المطبخ، وانت مش بس مكانك الشغل. كلامي ده معناه ايه؟ كوني رقيقة ولكن قوية في نفس الوقت، كوني هادية لكن عندك رأي في نفس الوقت، كوني إنسانة كاملة. وخدي بالك حاجات من اللي بتقلل الفيمينين انرجي عندك، انك تكوني مقتنعة ان قيمتك بتساوي انتاجيتك. انت لو صحيتي من النوم، كلنا بنقع في القصة دي، بالذات الناس اللي عندهم perfectionism، عندهم فكرة المثالية. انا لو ما عملتش حاجات النهاردة productive، وانا على فكرة كده دي حاجة خبطت في مخي وفي قلبي جدا. انا لما بصحى انا ما عنديش حاجات كتير اعملها النهاردة، يعني ما عملتش، ما كتبتش كونتنت، ما اشتغلتش على حاجة، ما مش عارف ايه، بحس ان انا متضايقة جدا. وده شيء غلط طبعا. هتتصدموا يا بنتي، مش لسه قايله نبقى اقوياء ونشغل مخنا؟ ما تخليش الانتاجية بتاعتك هي اللي تخليكي تحسي بقيمة نفسك. انت ممكن تحسي بقيمة نفسك من كوباية قهوة حلوة انت عملتيها، من رسمة انت رسمتيها. كل قصدي ان حتى في علاقاتك انت لازم الراجل اللي معاكي تتسندي عليه. جو 50-50 وزي زيك في البيت، وادفع وانا ادفع وانت تدفع نص بالنص والحياة مشاركة والدنيا الحلوة دي، ده خطأ 100%. ومش من حقك تغير، ومش من حقك تقول رأيك، ومش من حقك مش من حقك مش من حقك. ده بيقلل عنده طاقة الذكورة وبيعليها عندك، وطاقة الأنوثة بتقل عندك انت كمان. لأنه لأ، انت محتاجة حد تتسندي عليه، دي الفطرة. انت محتاجة ان حد يكون هو اللي بيليد الريليشن شيب بتاعتكم. محتاجة تكوني رقيقة، محتاجة تكوني مش كل حاجة بتعرفي تعمليها في وجوده، ولكن ما تبقيش لاغية هويتك وشخصيتك تحت مسمى اصلا انا ست. لو هو مش موجود هتعرفي تقومي بدورك 100%، لكن وجوده اضافة، لكن عدم وجوده مش نقص ليكي. ده يمكن اهم جملة في الحلقة دي. العلاقات الصحية كمالة ليكي، مش تكملة نقصان لعدم اكتفائك بذاتك. التعلق عمره ما كان حب. الراجل اللي يكون عايزك تلغي شخصيتك عشان تتحوجي ليه بوجوده في حياتك، ده راجل رجولته مش قد كده، رجولته ناقصة، ده ذكر. الراجل الصح هيبقى حابب ان انتي تكوني بتتسندي عليه، تحتاجي له
وهو موجود ينفع تعمل لي كذا، انا محتاجه منك كذا، انا. لكن الراجل ده لو مش موجود في حياتك قبل وجوده او بعد، لو ما بقاش موجود ما تغرقيش من غيره. انت هتعرفي تعومي عادي، بس وجوده هيخلي العوم اسهل، حياتك احسن، هيحصل ابجريد لحياتك. فاوعي تلغي دور الراجل اللي في حياتك، علشان ده هيتعبك انت في الاخر، فعلا هيقلل من طاقه الانوثه اللي عندك. يعني ايه يبقى عندك طاقه انوثه؟ يعني تبقي عندك ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، يبقى عندك رقه، حنان وعطف. ولكن ما تنسيش انك محتاجه برضو حاجات من طاقه الذكوره، زي القوه والحزم واتخاذ القرارات والمسؤوليه والتحكم بالنفس. انت ده كله محتاجاه، ولكن بقدر معين، زي ما الراجل محتاج طاقه الانوثه برضو. فاوعي تتبني شخصيه معينه وتنساقي بقى ورا فيديوهات التيك توك والسوشيال ميديا، اللي اي حد مش دارس ومش عامل ريسيرش على اي حاجه بيطلع يقولك الغي شخصيتك، خلي حياتك بس عباره عن اشربي قهوه، اتنفسي هوا. انت مخلوقه عشان تتنفسي بس، انت مش مخلوقه علشان تحركي جسمك. حتى الجيم ما تروحيش، ده بيضر الهرمونات الانوثه بتاعتك، ده بيضر الطاقه الانثويه بتاعتك. كل حاجه اعمليها برقه وخفه. لا، ده قمع ليكي واذلال ليكي، ولكن محطوط بين ورود وبينك وقهوه وبيلاتس. الحلقه دي ما بتقولكيش لو انت ما بتشتغليش يبقى انت مش ست قويه وعندك شخصيه 100%. لا، الحلقه دي بتقولك لازم يبقى عندك شخصيتك، يبقى عندك المي تايم بتاعك. في واحده هويتها وشخصيتها في ان هي تطبخ تبيك، في واحده ان هي تقرا، في واحده ان هي تصور، بتقعد كده تنزل تصور اي حاجه، في واحده ان هي تعمل ترسم، تلون، تعمل حاجات مشغولات يدويه بايديها. لازم يبقى عندك شخصيتك وهويتك، ما تبقاش هويتك مبنيه على شخص في حياتك. اوعي تكوني ما عندكيش حياه من غير اشخاص في حياتك. دي عمرها ما كانت طاقه انوثه، وعمر ما كان النجاح بان الست تنزل سوق العمل وتشتغل وتموت نفسها. انا مش بقول كده، انا دلوقتي اصلا واحده مستقيله، فانا ما اقدرش اجي اقول لك كده. اهم حاجه البالانس، الوسطيه في كل شيء هي اهم حاجه. خليكي وسط، اعرفي دايما توظفي نفسك ازاي. اهم حاجه ما تلغيش شخصيتك وهويتك بحجه طاقه الانوثه. اكيد ربنا ما خلقكيش عشان بس تجيبي اولاد وتطبخي وتنظفي وتقعدي في البيت ما بتعمليش حاجه وبتحرجيش حتى جسمك. اكيد ربنا ما خلقناش علشان كده. رساله الامومه رساله ساميه جدا، فانت حتى دي انت محتاجه تديها قدر من المسؤوليه، محتاجه شخصيتك، محتاجه مخك وتعليمك، محتاجه تطويرك لنفسك وذاتك. فانت لو واحده بتدعي الغباء، بتخاف تبين شخصيتها، بتخاف تقول رايها، بتخاف من كل حاجه ان هي تعملها، ازاي هتربي الولاد دول يبقوا ولاد صالحين واقوياء للمجتمع؟ السيده خديجه زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عندها تجارتها اللي هي بتقودها، كانت تاجره، معاها مليونيره ولا مليارديره كمان، بمعنى الفلوس دلوقتي. فاحسن من نقتدي بيه يعني. اوعي حياتك تتمحور حوالين فكرة الفيمينين انرجي المغلوطة. انت كده هتخسري شخصيتك وتخسري نفسك، وهتقولي يا ريت اللي حصل ما حصل. انك تكوني عندك طاقة انوثة، انك تكوني هادية، عندك سلام نفسي. يعني ايه؟ يعني مش اي موقف يهزك، ولا اي موقف يستدعي انفعالك، ولا اي موقف. طبعا ده مش سهل على فكره، يعني انا مش بكلمكم ده بان انا اقف مطبقه ده كله، لا طبعا. انا بجاهد نفسي، ولقيت نفسي انفعلت على اتس نوت ماي كاب اوف تي. انفعلت حتى الكلاب متضايقه. لو لقيت نفسي انفعلت على حاجه ما تخصنيش، بقول لساره انت مالك. انك تعيشي حياتك بهدوء، تصحي الصبح رايقه فايقه، عارفه نفسك هتعملي ايه، بس هاديه.
تبعدي عنك اي توتر، تبعدي عنك اي انفعالات، تلعبيش ادوار مش ادوارك، تعمليش حاجة زيادة عن طاقتك. دايما يبقى عندك راحة بال وسلام نفسي وهدوء داخلي، هادية وعايشة حياتك بكل هدوء وسلام. وهرجع اقول لكم، ده محتاج وعي كبير، ومحتاج انك تبقي واعية ومركزة في حياتك، وبتراجعي نفسك اول باول زي ما انا بعمل، لان الموضوع مش سهل. كتير بقى نفسي بعصب بنفعل على حاجات، ارجع اقول يا لهوي يا ساره، طب وانت مالك؟ انت بتدخلي نفسك ليه؟ فركزي مع نفسك واوعي تتخدعي. تعرفي بقى واحده زهقتكوا مش عارفه، مش فاهمه يعني ايه مش فاهمه، نخشه يعني من الاخر، دي مخدوعه. ابعت لها الفيديو ده، عشان دي اكيد فاهمه ان الانوثه هي اتكاليه ودلع مصطنع وجهل، ان هي تبقى غبيه كده هتبقى محبوبه ولذيذه. عامله الحلقه دي قبل ما شخصيتها بتتشكل based on social media reels. اتمنى تكون الحلقه خفيفه بسيطه لذيذه، تكون فادتكم. اتمنى كلنا ما ننسقش ورا كلام وخلاص، اي معلومه تشوفوها على السوشيال ميديا ما تقتنعوش بيها، حتى لو عندي اعملوا عليها سيرش كويس قوي. اتمنى بعد الحلقه دي لو حد محتاج يعرف اكتر عن السوشيال ميديا يعمل سيرش، هتلاقي كميه ريسيرشز وحاجات على جوجل بتتكلم عن المعنى الصح لطاقه الانوثه بالعربي وبالانجلش. بس اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي.